مبدئيا كده مصطلح لعنة الفراعنة مش قديم قوي، ولحد سنة 1922 ميلادية ما كانش العالم يعرف يعني ايه حاجة اسمها لعنة الفراعنة. كانت الناس عادي بتتعامل مع مقابر الفراعنة وملوك الفراعنة على انهم بقايا لحضارات انتهت منذ زمن سحيق، لدرجة ان في القرون الوسطى كانت اوروبا بتاكل المومياوات بدون خوف من لعنة الفراعنة ولا يحزنون. اه والله زي ما بقولكوا كده، كان بيتم أكل المومياوات بغرض إنها بتشفي من الأمراض، وكان بيتم نقل المومياوات من مصر لأوروبا علشان تكون وجبة لبعض ملوك أوروبا، بل ولعامة الشعب هناك. وبرضه ما كانش حد بيسمع عن حاجة اسمها لعنة الفراعنة لحد ما جت سنة 1922 وتم اكتشاف مقبرة الملك توت عنخ آمون، واللي كان مكتوب على التابوت بتاعه عبارات تحذيرية من إن أي حد هيقلق الملك أو يحاول يعكر صفو الملك سيلاحقه الموت. ولكن لم ينتبه أحدا لهذه العبارات، وقالوا إنها عبارات تحذيرية علشان اللصوص ما يقربوش من المقبرة. وبعد فترة من اكتشاف المقبرة بدأت تحصل سلسلة من الحوادث الغريبة اللي هنتكلم عليها، لدرجة إن بعد فترة من الزمن اتضح إن سفينة تيتانيك كان على ظهرها مومياء لإحدى الملكات المصرية، ويقال بإنها السبب في غرق السفينة. وهنتكلم عن القصة بالتفصيل قدام شوية. والنهارده بقى جايب لكم شوية حاجات ومحتاجات وكوارث حصلت فعلا، والبعض بيقول إن سبب حدوثها هو وجود لعنة من الفراعنة. ومن ضمن الحاجات دي حوادث حصلت للعالم الكبير اللي أصلا مش معترف بوجود حاجة اسمها لعنة الفراعنة، العالم الدكتور زاهي حواس، واللي حصلت له حوادث هو بنفسه مش لاقي لها تفسير. أهلا وسهلا بكم، أنا ناجي أحمد، ودي حلقة جديدة وهنتكلم فيها عن بعض الحوادث اللي حصلت وبيتم ربطها بلعنة الفراعنة. بس قبل ما ابدا الفيديو ما تنساش تعمل اللايك الجميل، ولو انت اول مره بتشوفنا في القناه ما تنساش تشترك في القناه علشان يوصلك كل جديد من فيديوهاتنا. يلا بينا نبدا على بركه الله. بتبتدي الحكايه لما قام بعض العلماء باكتشاف مقبره الملك توت عنخ امون في سنه 1922. وفي يوم اكتشافها حصلت شويه حاجات غريبه، من بينها ان في عاصفه قامت في المكان وغطت المكان بالكامل، ده غير ظهور ثعبان ضخم ظهر وأكل عصفور الكناريا الخاص باللورد صاحب اكتشاف المقبرة. وهتبدأ سلسلة من الحوادث الغريبة هتحصل لكل الأفراد اللي شاركوا في اكتشاف المقبرة، واللي تقريبا كلهم ماتوا في ظروف غامضة. عندك مثلا اللورد كارنر فون اتدمرت عيلته بالكامل، وبعد فترة ماتت زوجته بلدغة حشرة غير معروفة، وبعدها بفترة يموت أخو كارنر فون منتحرا، وبعدها بيموت العالم اللي قام بفحص مومياء توت عنخ آمون بالأشعة السينية في ظروف برضه غامضة. ده غير إن أثناء إقامة حفلة بمناسبة اكتشاف المقبرة بيتم قطع الكهرباء بالكامل عن القاهرة، حتى الحصان اللي لقى للمومياء لم يسلم من تلك اللعنة. ودي تقريبا حكايات بسيطة من اللي حصلت مع الفريق اللي كان مشارك في اكتشاف المقبرة. ومخطئ من يتصور بأن لعنة الفراعنة مقتصرة على لعنة الملك توت عنخ آمون فقط، ولكن اللعنة مرتبطة بكل الملوك والملكات الفرعونية. وبيحكي الدكتور زاهي حواس بيقول إن في سنة 1952 كان فيه واحد أثري مصري اسمه زكريا غنيم، كان أمين جبانة هرم سقارة، وده اللي اكتشف مقبرة الملك سخم خت، وده واحد من ملوك الأسرة الثالثة. والهرم ده بيقع خلف هرم الملك زوسر المدرج بسقارة. وواصل الدكتور غنيم العمل والتنقيب داخل الهرم حتى وصل إلى حجرة دفن الملك، وعثر على تابوت اعتقد بأنه تابوت الملك سخم خت. واتجهت كل الأنظار إلى سقارة وإلى الأثر المصري اللي اكتشف هذا الهرم، واتجهت كل الوسائل الإعلامية والمحلية علشان تغطي الخبر. وفي سنة 1954 وبحضور كبار الدولة ومن بينهم الرئيس جمال عبد الناصر ووسائل الإعلام العالمية، كانت المفاجأة الكبرى وهو إن التابوت خالي تماما من أي أثر للمومياء، وده كان لغز محيرا وظل محيرا لحد الآن. وأثناء عمل جرد عهدة زكريا غنيم الأثرية في سقارة تمهيدا لتوليه أمانة المتحف المصري بالقاهرة، وجهت إليه تهمة ضياع بعض الأواني الحجرية الصغيرة، وتم اتهامه بسرقة وتهريب الآثار، فلم تتحمل نفس زكريا غنيم الصدمة فرمى نفسه في نهر النيل. ولكن البعض قال إن سبب انتحاره هي لعنة الملك سخم خت المختفية. أما بقى تاني قصة معانا وهي الأغرب على الإطلاق،
ففي سنة 1970 قرر بعض المسؤولين المصريين بإرسال بعض القطع الأثرية إلى باريس لعرضها في المتاحف هناك، ثم بعد كده بيتم إعادتها مرة تانية لمصر، وكان المفروض اللي هينقلها هو مفتش الآثار المصري محمد إبراهيم مهدي، إلا إن المفتش رفض لأنه كان على دراية بلعنة الفراعنة، وحاول بكل الطرق إن يمنع نقل الآثار دي للخارج ولكنه فشل. وفي اليوم التالي من عرض القطع داخل المتاحف دهسته سيارة ومات في ظروف غامضة. أما بقى في سنة 1972 تم إرسال بعض آثار توت عنخ آمون لعرضها في لندن بالمتحف البريطاني، وفي الطيارة الحربية اللي نقلت الآثار قام الضابط الفني لاتسيدون برقل الصندوق اللي بيضم القناع الذهبي برجله، وهو بيقول بكل تفاخر لزملائه: رقلت أغلى شيء في العالم. وبعد فترة كان بيصعد سلما انهار تحته فجأة واتكسرت رجليه وفضلت في الجبس لمدة 5 شهور، وبعدها توالت الأحداث الغريبة والصادمة لكل طاقم الطائرة، لدرجة إن ملاح الطائرة الملازم جيمس ويب تعرض لكارثة، وهي إن بيته اتعرض لحريق ضخم قضى على كل محتوياته. حكاية لعنة الأميرة أمين را، ودي بدأت حكايتها لما أزعجها بائع أمريكي مجهول الهوية وقام ببيعها لعالم إنجليزي اسمه دوغلاس موراي، واللي قام بتهريبها في سنة 1910. وكلنا عارفين إن الفترة دي كان تهريب الآثار شيء عادي وسهل جدا، ولكن الغريب إن البائع المجهول مات في ظروف غامضة من قبل حتى ما يصرف الشيك اللي استلمه من دوغلاس موراي. والأغرب من كده إن دوغلاس موراي بعد ما هرب المومياء وأثناء خروجه في رحلة صيد بتنفجر البندقية في إيده بدون سبب واضح، وبيذهب للمستشفى ليقضي فيها أسابيع من العذاب، وبعد ذلك العذاب بتر ذراعه بالكامل. والمومياء ما اكتفتش باللي حصل لدوغلاس موراي بس، دي كمان تسببت في موت 2 من العمال اللي حملوها لدوغلاس. ساعتها قرر دوغلاس وعرف إنه لازم إنه يتخلص من هذه المومياء، فأهداها لصديقته واللي برضه حصل لها حاجات غريبة، وهي إنها فقدت والدتها ثم تركت خطيبها، وفي نفس الأسبوع اللي أخدت فيه المومياء باتت في ظروف غامضة، وبعدها عادت المومياء مرة تانية إلى دوغلاس، ولكن قرر بعد كده إنه هيهديها للمتحف البريطاني. ولكن بعد استلام المومياء في المتحف البريطاني مات عالم الآثار المسؤول عن استلامها بمرض غريب، ومش هو بس اللي حصل له كده، فأيضا مات الشخص المسؤول عن المعروضات عندما قام بلمس التابوت، ومات برضه مصور المتحف وهو بيحاول يلتقط بعض الصور للمومياء. علشان كده قرر مسؤولي المتحف انهم يتخلصوا منها ويهدوها لمتحف نيويورك، وعرضوا الكلام ده على المتحف، ووافق المتحف لاستضافة المومياء، وتم نقل المومياء على سفينة تايتانيك اللي غرقت في المحيط الأطلنطي بسبب اصطدامها بجبل جليدي، وأيضا سبب غرقها كان في ظروف غامضة. فالسفينة كانت مجهزة بأحدث وسائل الحماية، ولكن يقال بأن المومياء هي السبب في غرق السفينة. وهناك بعض الآراء اللي بتقول لا، المومياء لم تكن موجودة أثناء غرق السفينة، والبعض بيثبت وجودها. ولكن على أي حال يظل غرق سفينة تايتانيك أحد الألغاز اللي حيرت بعض الناس. أثناء استضافة الدكتور زاهي حواس لأحد البرامج التلفزيونية قال إنه تعرض للعنة كليوباترا، وحكى القصة وقال إن كان بيحفر في معبد بمحافظة الإسكندرية بحثا عن مقبرة كليوباترا، فوقع حجر كان بيبعد عنه مترين فقط من على راسه، وقتها وقع على الأرض وأغمى عليه. وبعد عودته للقاهرة عرض نفسه على دكتور، وبعد الكشف الطبي عليه الدكتور قال له إنه عنده ثقب في المقلع وإنه بحاجة إلى عملية ومحدش هيقدر يعملها هنا في مصر، لذلك قرر السفر إلى أمريكا لإجراء العملية. وقال الدكتور زاهي إنه بعد 15 يوم أخبرني الطبيب بإن العملية فشلت، واضطريت إن أعمل عملية مرة تانية، وقعدت 15 يوم آخرين وأنا بتعذب من الألم. وقال بالنص كده إن الملكة كليوباترا منعته من اكتشاف مقبرتها، وإنها مش المرة الوحيدة اللي تعرض فيها لذلك الأمر. وفي الآخر كده حابب إنكم تشاركوني الرأي، وهل فعلا إن هناك شيء اسمه لعنة فراعنة أم إن الموضوع مجرد صدفة؟ وإلى هنا نكون قد وصلنا لنهاية حلقتنا، واللي بتمنى يا رب إنها تكون عجبتكم، وأشوفكم على خير في حلقات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.